وجدت بعض الصعوبات والمعوقات أثناء دراستي للماجستير. وجدت العديد من الصعوبات، منها نقص بعض الكيماويات الهامة لعمل بعض التجارب، وعدم توفر أجهزة التحاليل للتأكد من صحة النتائج. وهذا ما كان يجبرنا نحن كطلاب دراسات عليا في الجامعة إلى إرسال نتائجنا إلى القاهرة لتحليل نتائجنا والتأكد من صحتها. ولا أنسى أن أنوه إلى أن هذه النتائج كانت على حساب الطالب وليس على حساب الجامعة، ولكن بالصبر والعزيمة والإرادة، وأهم شيء التشجيع من قبل الأسرة وبالأخص الوالدين العزيزين حفظهم الله، تجاوزت هذه المرحلة وحصلت على منحة من إيطاليا لمواصلة دراساتي العليا وهي دراسة الدكتوراه. فرصة للحصول على البوست دكتوريت بعد الدكتوراه كمنحة أو كجائزة من الجامعة، وذلك لحصولي على الامتياز في الدكتوراه. أعتقد حصول الفتاة اليمنية على جائزة عالمية يعطي المرأة اليمنية تألقا ويفتح آفاق الفتاة اليمنية للتطلع إلى حصد جوائز عالمية في مجالات مختلفة، وبالتفاؤل والجد المتواصل والتشجيع من قبل الأسرة أولا والجامعة أو المؤسسة المنتسب لها الباحث، أيضا لتشجيع الدولة لهذا الباحث يعطي الباحث تفاؤل في الحصول وحصد جوائز دولية أو عالمية.